مشكلة مقاومة الأنسولين بشكل مختصر إنه خلايا الجسم مثل الخلايا العضلية غير قادرة على استقبال المغذيات، السكريات، الفيتامينات والمعادن وإدخالها داخل الخلية. ومن العلامات الشائعة لمشكلة مقاومة الأنسولين التعب المستمر، الجوع المستمر، التشتت الذهني، والأهم من هذا بكثير اللي هو زيادة العرضة للإصابة بالأمراض المزمنة مثل السكر من النوع الثاني، ارتفاع ضغط الدم، اعتلال الدهون داخل الجسم. فإذا كنت حاب أنك تكون في حالة وقاية من حدوث الأمراض المزمنة اللي ذكرناها، أو كنت فعلا تعاني من هذه الأمراض المزمنة وحاب أنك تتخلص منها، فمهم جدا أنك تركز على معدن مهم جدا راح نذكرها بهذا الفيديو. هذا المعدن ولا يخفى عليكم هو معدن المغنيسيوم. الدراسات بيّنت بأن الأشخاص المصابين باعتلالات أيضية مثل مقاومة الأنسولين والسكري من النوع الثاني عندهم حالة عجز لعنصر المغنيسيوم. مرحبا، موضوعنا اليوم كتير مهم. بدنا نحكي على واحدة من أهم المينرالز اللي موجودة بالجسم اللي هو المغنيسيوم. وهلا المغنيسيوم المشكلة إنه إحنا ما بنطلع له كتير ونطلع على عكسه نقيضه للأسف اللي هو الكالسيوم. بنركز كتير على الكالسيوم وما بنعرف إنه الكالسيوم والمغنيسيوم بيشتغلوا مع بعض. في حالة أنا أخذت كالسيوم وما كنت عم باخذ مغنيسيوم بعمل خلل كتير بوظائف الجسم. هلا مشكلتنا طبعا إنه إحنا بناخذ كالسيوم بكميات هائلة والمغنيسيوم شبه ما بناخذه أبدا. يعني نادرا، بشكل عام الكبار بالسن ببلشوا الدكاتره يقولوا لهم لازم تاخذوا مغنيسيوم، بس غير هيك ما بناخذه بحياتنا اليوميه. ولانه ما بناكل ورقيات خضراء كثير، بشكل عام المغنيسيوم عندنا شبه معدوم، وهذا بسبب لنا مشاكل كثير كبيره. لانه مثل ما قلنا المغنيسيوم والكالسيوم بيشتغلوا مع بعض. يعني كمثال المغنيسيوم برخي العضلات، الكالسيوم بشد العضلات. فهذا الحكي عم بيؤدي انه الناس بيصير في عندهم شد عضلي دائما، ومرات بيصير في شد بالظهر، مرات بيصير في شد بالاكتاف. مع الوقت ممكن تعمل مشاكل بالمفاصل. مع الوقت يمكن أن يؤدي نقص المغنيسيوم إلى الإصابة بأمراض القلب، وغالبا ما تؤدي إلى نتائج ضارة جدا. فنقص المغنيسيوم يجلب قائمة طويلة من أمراض القلب. هو يحمي من عدم انتظام ضربات القلب، ويهدئ الأعصاب، ويمنع مشاكل التقيؤ والتشنجات وعسر الهضم وآلام البطن وانتفاخ البطن والإمساك. يساعد في الحفاظ على صحة العظام. يرتبط ارتباطا مباشرا بالحصول على عظام قوية، وبالتالي فإن عدم الحصول على الكمية الكافية من هذا المعدن قد يكون سببا في هشاشة العظام. ويساعد في تنظيم معدل الكالسيوم في الجسم، بالإضافة إلى فيتامين د والنحاس والزنك. لذلك ينصح بتناوله مع فيتامين د والكالسيوم